إلى هذه النقطة سيد عباس العمران، الحكومة البحرينية عدت هذا الاحتجاج تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، أنتم كيف تنظرون إلى ذلك؟ تقصد التدخل الإيراني؟ إيران هي دولة جارة إلى البحرين ودولة تربطها علاقات تاريخية أكثر من 500 سنة. هذا من جهة، والشعب الإيراني والشعب البحريني تربطهم علاقات دينية وعلاقات ثقافية. هناك مزارات تربط هناك مزارات يحج لها البحرينيون في إيران. هذا من جانب. الجانب الآخر، هناك الآن مجزرة في البحرين خلال هذا الشهر. هناك العديد من القتلى ويقتلون بدم بارد برصاص القوات الغدر السعودية التي تدخلت. من أين تأتي؟ أين دليلك على ذلك؟ وبالتالي أين دليلك على ذلك؟ أنت تتحدث عن المجزرة وأن القوات السعودية. أجبني على هذا السؤال. شعب البحرين رفع مناداته للأمم المتحدة ولا كل أصحاب الضمان الحقيقي. بما أنك تتحدث سيد عباس، بما أنك تتحدث عن روابط تاريخية ما بين البحرين وإيران، وأيضا هناك ما بين الشعبين هناك روابط أيضا تاريخية وصلة قرابة وأواصر وتاريخ ودين يعني وعوامل كثيرة أيضا مشتركة، إضافة إلى تلك المنظومة، منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الاتفاقات والالتزامات، وهذا ما يبرر طلب دعم خليجي. كما أشرت لك، العلاقات التاريخية والعلاقات الإنسانية الموجودة بين الشعب البحريني والشعب الإيراني أثارتها المجزرة الموجودة حاليا التي تعرض الشعب البحريني. أنت تتحدث عن مجزرة ووصفت رصاص الغدر السعودي، طلبت منك أن تقدم لي دليلا على ما تقوله. اليوم هناك احتجاجات حدثت في البحرين. الأضراب الشام الذي يقوده الطلبة والعمال وأصحاب المهن في كل مكان. الحياة اليوم البحرين العاصمة التجارية جميعها مشلولة، الشركات ومن ضمنها المصفات نتيجة للتظاهرات، نتيجة إلى المتظاهرين الذين دعوا للعصيان المدني. حاول الجيش البحريني وحاولت القوات البحرينية المكونة في أكثر من 30,000 فرد أن تفرض سيطرتها يوم أمس، ولكنها لم تستطع أمام حشود الجماهير الكبيرة والتي اندفعت بقوة بكل تضحية. ما دعا القوات والتي رفضت بعض هذه القوات، لأن بعضها بحريني رفض استخدام هذا السلاح ضد شعب البحرين، وبالتالي وجدت السلطات في البحرين العائلة الخليفية نفسها عاجزة أمام هذا الزحف الأنباء أشرت لهم إلى سقوط قتيل وجرحى. فاضطرت هذه السلطات البحرين أن تستعين بالقوات السعودية التي لا تنتمي إلى هذه الأرض لكي تقتل الشعب البحريني. اليوم حدثت هناك مواجهات في منطقة وفي العديد من المناطق من الصباح الباكر. بعثت السلطات البحرينية لضرب الناس والمتظاهرين، ومن ضمن القوات التي اليوم اعتدت على الشعب البحريني في منطقة سترها هو قوات والجيش السعودي الذي أوتي واستخدم الرصاص، وتم اليوم قتل أكثر من 5 أشخاص. هل تقبلون أحد هذه الأشخاص هل تقبل المعارضة البحرينية بدعم إيراني لحماية الطائفة الشيعية في البحرين؟ الشعب البحريني بعث بنداء إلى الأمم المتحدة للتدخل العاجل على المجزرة التي تحصل، وبعث إلى كل أصحاب الضمائر أن تساند الشعب البحريني وتنتقد هذه المجزرة. وبالتالي من أين ما يأتي المساعدة؟ يعني أنتم لا تمانعون من تدخل إيراني؟ لا نمانع. ترحبون لا نمانع من تدخل الأمم المتحدة ومن أي شعب أنا أسألك، أريد إجابة واضحة، هل تقبلون بتدخل الإيراني؟ نرفض التدخل السعودي المتعجرف، التدخل السعودي وتدخل. وهل ترفضون التدخل الإيراني؟ نرفض التدخل السعودي لشعب على في الانتهاك للأراضي البحرينية، ونعتبره تدخل احتلال. هل تقبلون بتدخل الإيراني؟ وسوف نستعين بكل ما أوتينا من قوة بالصدور العارية وبالهتافات من أجل مقاومة هذا. لقد قاومنا المرتزقة الذين إما أنك لا تريد الإجابة عن هذا السؤال أو سؤالي صعب. نحن نقول هناك القوى الشعب الإيراني والشعب البحريني تربطهم علاقات أواسج وعلاقات صداقة. طيب. ما رأيك؟ أنت لازم تجيب عن هذا السؤال. الشيخ عبد اللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية، وأنا أنقل ما قاله حرفيا، قال إن أمين عام جماعة الوفاق الشيخ علي سلمان كان صرح بأنه سيتم الاستنجاد بإيران لمعاونة الطائفة الشيعية في البحرين ضد النظام. كيف تعلق على ذلك؟ هل تقبلون بذلك؟ أسألك. إن الشيخ علي سلمان علق على هذا الأمر وقد نفاه،
وقد نفى هذا الأمر جملة وتفصيلا، وبالتالي لا وجود لهذا الكلام بتاتا. ولكن ما أردت توضيحه بالنسبة لحق الشعب البحريني في الدفاع عن نفسه. حقه اليوم التظاهر ضد التدخل السعودي، وتذهب إلى السفارة السعودية وطوق هذه السفارة كرسالة احتجاج على تدخلهم، وسوف يأتي يوم الجمعة ويقود مسيرة ضخمة تذهب إلى جسر البحرين السعودي احتجاجا على هذا التدخل. وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى دحر هذا الاحتلال. الجيش السعودي تدخل في اليمن ودحره الشعب اليمني من شمالها، حتى استعان بالمفاوضات لتحرير رهائنه، وسوف يحدث هذا الشيء في البحرين عندما تطور الأمور. الوقت انتهى، اعذرني. عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان، وكذلك أشكر ضيف السيد حبيب.